الله اللي أعطاني كل شيء أهون الناظرين عليه. حالة الأدب، حالة الوفاء، حالة الحياء، حالة الحب، حب الله. احنا نفهم حب الله يعني شنو؟ لو مجرد لا حب الإمام الحسين، الآن ما عندي وقت حتى أبين حب الإمام الحسين. حب الله، حب الله يعني شنو؟ نبي الله شعيب بكى حتى عميت عيناه فرد الله عليه بصره، ثم بكى حتى عميت عيناه فرد الله عليه بصره، ثم بكى حتى عميت عيناه فرد الله عليه بصره. فلما كانت الرابعة أوحى الله إليه: لماذا تبكي؟ إن يكن هذا خوفا من النار، تخاف من جهنم، فقد أجرتك، وإن يكن شوقا إلى الجنة فقد أبحتك، جنة مباحة لك. فقال شعيب: إلهي أنت تعلم إني ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك، ولكن عقد حبك على قلبي. إحنا ليش ما نبكي؟ لأن هاي المبادئ مو موجودة عندنا، أو موجودة بشكل ضعيف في قلوبنا ونفوسنا. ليش إحنا ما نبكي؟ الخلل في النفسية. إحنا في الحب المجازي العابر، إذا تحبون فد واحد شلون تتبعون رضاه؟ فد عبد المولى قال له: ماذا تحب أن تلبس؟ قال: ما تحب أنت. المولى قال له: ماذا تحب أن تأكل؟ قال: ما تحب أنت. أين تحب أن تنام؟ قال: المكان الذي تحبه أنت. أنا عبدك، ولكن عقد حبك على قلبي. فكيف بالحب الحقيقي؟ إحنا الحب المجازي نفتهمه، حب الرئاسة نفتهمه، حب الشهرة نفتهمه، حب المال نفتهمه، ونركض طول عمرنا للجاه والرئاسة والمال والأشياء الدنيوية الزائلة الحقيرة كثير منها. أين الحب الحقيقي؟ ولكن عقد حبك على قلبي. فأوحى الله إليه: أما إذا كان هذا هكذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران. 10 أعوام أو 8 أعوام نبي من أنبياء أولي العزم، وهو موسى بن عمران، يخدم نبي الله شعيب الذي عقد حب الله تعالى